أخ جولديان الجميل سألني عن التغذية، هاي دخن طازج بجيبه كل شهر مرة واحدة حتى يبقى طازج. هاي أحد التغذية الأساسية الذي أقدمه كما تلاحظون للفنشات. وهنا تصور ما أقدمه. هاي الرز مهم جدا يوميا أقدمه، خاصة في تجهيز ووجود الفراغ في العيش. هاي لزق الفراغ، وهاي باتية خاص بالفنشات وأفضلهم، وهاي ملتي فيتامين، وهاي سيلي برو للكبد، وهاي زيت حوت الكبد، وهاي فيتامين دي 3 كالسيوم، وهاي للذكور تلقيح، وهاي لتقوية الجسم لمحاربة الفيروسات والبكتيريات والجرح. إذا كان هناك أي جرح يحاول نظم الشغل الجسم، والجرح يشفى بسرعة. هاي فيتوبول، هاي من الأعشاب، خليط من الأعشاب تعرفوه. وهاي للفاش، وبلانكو اسبانيولا عضع مرات جزء بسيط. وإن شاء الله من خلال مواضيع في جمعية مربي وهواة الطيور العراقية نشرح كل هاي الأمور بشكل تفصيلي، مع تحياتي للجميع. أعتذر نسيت شيء مهم، وهو الجريت. دائما وطول السنة لازم يكون أمام الطيور، لأن يحتاجوا لعملية الهضم، وبها كالسيوم والمعادن كثيرة. مع تحياتي، واعتذر مرة أخرى.